تحب تقول ايه لشعب الجزائر بعد فوزه امبارح في ماتش كاس العالم؟ احب اقول الف الف مبروك لشعب الجزائر، ومنتخب الجزائر شرفنا وشرف المنتخبات العربيه في المونديال كاس العالم اللي هو بتلعب في البرازيل، وادى اداء مبهر، وكان مستوى اللاعبين على المستوى اللائق. وبشكر المنتخب الجزائري، الفريق كله باكمله، والمدرب يعني عمل انجاز في الماتش حقيقه يعني. اقول لها الف مبروك، ده منتخب شقيق ومنتخب عربي، وباذن الله شرفنا في البطولات اللي جايه باذن الله. الف مبروك للشعب الجزائري، ده رفع راسنا وشرفنا وسط العرب كله والعالم كله، ويعني تحيا الجزائر وتحيا الشعب العربي كله، وما شاء الله على اولادنا، وربنا يزيد افراحنا كده. مبروك للشعب الجزائري شقيقنا. شرف العرب كلهم وكلنا مع الجزائر، وبندعي لها وربنا يوفقها في الماتش الجاي وتوصل للدور الثاني، فخر لكل العرب. يعني بصراحه يعني انا عن نفسي مبسوط جدا جدا ان الجزائر فازت امبارح، ده حاجه يعني حاجه تشرف، ونتمنى ان هي تكمل يعني بالتوفيق ان شاء الله للجزائر ومنتخب الجزائر. الف مبروك للجزائر، وان شاء الله تصعد، وان شاء الله مصر يكون لها دور ان شاء الله في الشغل. الف مبروك للعرب كلهم، يعني الحمد لله المنتخب العربي الوحيد اللي اشترك في كاس العالم، والحمد لله. وكان ماتش بلجيكا يعني بس برضه لعب كويس، بس ما وفقوش الحظ، والحمد لله امبارح فاز بنتيجه كويسه. وببارك للجزائريين وبقول لهم الف مبروك على المنتخب الجميل ده، وان شاء الله يشرفكم ويشرف العرب كلهم، وان شاء الله يوصل للدور اللي جاي، يصعد دور 16، وباذن الله انا متوقع انه برضه يصعد لدور الثمانيه باذن الله. الف مبروك لمنتخب الجزائر، طبعا المنتخب العربي الوحيد اللي كسب يعني، واللي موجود يعني، ونتمنى يعني يبقى في مربع الذهب يعني. ربنا يوفقها ان شاء الله وتاخد كاس العالم باذن الله، وده كان فوز موفق ان شاء الله باذن الله. المنتخب الجزائري منتخب كويس وبتاع، ويستحق الفوز دوت، كان لعب ماتش كويس امبارح. الف مبروك للجزائر، وعقبال مصر بعد 4 سنين، واحنا عندنا روح حلوه، ما بنحب الخير للعرب كلها. مبروك للجزائر. والله احنا معاهم يعني هم الوحيد، يعني هم الفرقه الوحيده اللي يعتبر عربيه. نتمنى ان هم يعني حتى يبقى يأدوا بنفس المستوى اللي هم أدوا بيه، وان شاء الله يعني يوصلوا للدور الثاني، وربنا يكرمهم بقى يوصلوا للدور اللي بعدين ان شاء الله. احنا طبعا بيسعدنا ان منتخب الجزائر يعني يتفوق على كوريا الجنوبيه، وكنت اتمنى ان يكون مصر يعني تكون موجوده في كاس العالم ده، ولكن ده قدرنا ان شاء الله. وان شاء الله المونديال اللي جاي مصر هتخش فيه ان شاء الله يعني. واحنا بنهني الشعب الجزائري وعلى راسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، ونهنيهم ونقول لهم يعني ده شيء يسعدنا كمصريين كلنا يعني. احنا بنهني الشعب الجزائري على فوزه امبارح 4-2، وادى مباراه جميله، ونطلب منه ان شاء الله يوصل لدور 16 ودور الثمانيه ودور قبل النهائي، ونتمنى ان منتخب مصر ان شاء الله يكون في 2018 موجود في كاس العالم.